هتشويها في 10 دقايق بس بدون شوايه ولا فرن. هاتي اي صينيه قديمه عندك وتعالي ورايا. اول حاجه هقولك على افضل تتبيله تطري معاكي انسجه اللحمه وتخليها طريه جدا معاكي قبل ما نسويها اصلا. وهقولك الطريقه اللي هنشوي فيها اللحمه في 10 دقايق بدون دخنه ولا فحم كتير ولا بغلبه خالص. هتاكلي احلى حته لحمه دايبه بطعم الشوي جبار. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اول حاجه معايا بصلايه كبيره، خدتها بشرطها في الكبه مع ربع كوبايه من الميه عشان اخد اكبر كميه ميه ممكنه منها. وهبتدي ان انا اصفيها، هاخد منها ميه وهسيب التفل على جنب بالشكل ده. البصلايه الكبيره دي لكميه كيلو لحمه. لو انت هتعملي كميه لحم اكبر من كده هتقدري ان انت تضاعفي الكميه بتاعه البصل، يعني هيكونوا بصلتين على حسب طبعا كميه اللحمه اللي عندك. حطيت عليهم بشر طماطميه وحطيت عليهم ربع كوبايه من الخل. الكلام ده يا جماعه لكيلو من اللحمه العاديه. وهنزل عليهم بمعلقه كبيره او معلقتين من المستردة، تدي مزازه حلوه جدا في طعم الشوي. وعصير ليمونه كامله. حط معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقتين صغيرين من الملح. وهبتدي ان انا اقلب التتبيله معايا بالشكل ده. ما بحطش اي بهارات خالص. التتبيله اللحمه ملح وفلفل اسود وميه البصل وميه الطماطم. المستردة كمان اختياري. هي دي الطريقه الصح والطريقه الجميله بتاعت زمان اللي انتوا بتحبوها. حطيت اللحمه بتاعتي في التتبيله بالشكل ده. نوع اللحمه بتاعتي النهارده ده ستيك من الانتركوت. تقدروا تعملوا اي نوع لحمه بس تقطعوه شرايح، وتكون يفضل ان يكون لحمه تكون طريه معاكي والناعمه مثلا زي العرق الفليتو، تكون حلوه جدا في الشوي. هسيبها في التلاجة 24 ساعة. ويفضل جدا ان انت تسيبيها يوم يومين في التلاجة كمان، لان هي كل حاجه بتطرى فيها، انسجتها بتطرى جدا. يعني مجرد ان انا بمسك اللحمه وهي نيه، بصوا، مجرد ان انا بغرس صباعي كده اللحمه فعلا بتتخرم، بتتقطع. لو انا اتكيت عليها شويه كده وفتحتها اللحمه هتتقطع. اذا ان هي اصبحت مستويه بنسبه كبيره جدا في التتبيله. التتبيله طرت الانسجه بتاعتها كويس قوي وطرتها معايا وبقت ممتازه. نيجي بقى لاول مرحله في مرحله التسويه. جبت طاسه سخنتها كويس جدا على النار مع معلقه سمنه. لازم تسخن كويس قوي قوي قبل ما احط اي حاجه، وبعدين احط السمنه وبعدين احط اللحمه. هدي اللحمه تشك او صدمه. هقفل مساماتها من جميع الاتجاهات من ناحيتين، يعني بتاخد حوالي دقيقتين وبعد كده بقلبها بالشكل ده. انا عايزه لون خفيف وتسويه بسيطه خالص. يعني انا في المرحله دي بسوي اللحمه نص تسويه بس. شايفين لونها حلو جدا واللحمه معايا ما بتكشش قوي. هعمل كده في كل اللحمه اللي عندي. يعني انا بتاخد حوالي دقيقتين من الناحيه دي ودقيقتين من الناحيه دي. وبعدين اول ما بحس ان هي خدت كده يعني صدمه كويسه ولونها بقى كويس بالشكل ده، هبتدي ان انا اطلعها في طبق على جنب. وهكمل بقيه قطع اللحمه بتاعتي في نفس الطاسه بالشكل ده، بقفل مساماتها كلها. اذا دي اول خطوه انا بعملها في تسويه اللحمه. تعالوا بقى نشوف تاني خطوه. ادي اي صينيه قديمه عندك، اي حاجه، اي صينيه قديمه سواء مدوره مربعه اي نوع، تمام. عارفين انتوا الورق الفويل بتاع البوتاجازات التقيل، مش اللي احنا بنغلف بيه الاكل، ده بيتباع يا جماعه بالفرخ عند بتاع اي منظفات. بتجيبوه بالفرخ كده. بيبقى فيه فرخ على قد البوتاجازات الكبيره اللي هي 90 سنتي، وفي افرخ صغيره على قد البوتاجازات اللي هي 60 سنتي. هاتي الفرخ الكبير اللي هو بتاع 90 سنتي واقسميه وينفعك لمرتين. المهم جبته وحطيته بالشكل ده، لبسته على الصينيه بالشكل ده. وهاتي اي شبكه عندك، دي شبكه الميكرويف. تقدري تستخدمي اي شبكه، ان شاء الله شبكه البوتاجاز نفسه، شبكه الفرن، اي شبكه عندك تقدري تستخدميها. وتقومي حطاها على الصينيه بالشكل ده. وانا مش محتاجه منك غير 4-5 فحمات تولعيهم على عين البوتاجاز، وبعدين بتحطيهم في الصينيه وعليهم الشبكه. يولع معاكي شويه الفحم بالتهويه كده، وتقومي رصه عليها من فوق قطع اللحمه. بتكملي بقى بقيه التسويه، بتاخد طعم الفحم بتبقى وطعم الشوي اكنك بالظبط شوياها في افخم الاماكن. والتتبيله رهيبه، ما بتاخدش غير 10 دقايق يمكن اقل. بتسويها من الناحيتين بالشكل ده. والدخنه كمان ما بتبقاش عاليه ولا بتبقى كبيره في الشقه، لان احنا مش مكترين الفحم. ولو انت عندك شويه رمل تقدري تحطيهم تحت الفحم كمان، يعني براحتك. المهم ان انت بتدي اللحمه طعم الشوي بطعم الدخنه بطريقه حلوه وبسيطه. ما كلفتنيش حاجه، كلها من حاجات من بيتنا، وفي نفس الوقت طعم وريحه يتفوقوا اكنك بتاكليها فعلا من محل كبير وفخم جدا وطراوه ما اقولكوش. هنشوف مع بعض بقى بعد ما خلصنا. متاخدش اي وقت خالص يا جماعه. مجرد ان انتي سويتيها نص تسويه على الطاسه على عين البوتاجاز، والنص تسويه التانية على الفحم. بصوا بقى الطراوه
انا بقطعها بكل سهوله وسلاسه، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني طريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتتعبك خالص، وبجد هتنبهري بيها. لو عندك كميه لحمه كبيره تقدري تنجزيها في اقل وقت ممكن. شايفين اللحمه قد ايه جميله وقد ايه رهيبه، بجد هتنبهروا منها. بس كده، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم، مع الف سلامه.